أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. النهاردة هتكلم عن جواز الصفقة. يعني إيه جواز الصفقة؟ جواز إني أنا بدي حاجة في مقابل حاجة. أنا بدي سن في مقابل فلوس، أو أنا بدي جمال في مقابل فلوس، أو أنا بدي صحة في مقابل فلوس. لازم يكون فيها طرف من الطرفين في فلوس، في مقابل. مبدئيا انا مش معترض على جواز الصفقه، عشان ما حدش يفهم كلامي ده ان انا معترض على جواز الصفقه. بالعكس، ده حل الكثير جدا من المشاكل وريح كثير جدا من الناس. لما تبقى واحده مثلا متطلقه او ارمله وعندها طفل او طفلين وليها حظ من الجمال، وتتزوج من واحد اكبر منها ب 30 سنه او ب 35 سنه، هي هنا هدفها ايه من الجواز؟ هدفها ان هي تربي عيالها، هدفها ان هي تكمل حياتها، هدفها ان هي تعيش. فهي بتضحي بعمرها، لان هي مش هتلاقي حد في سنها ده يتجوزها ما يكونش عنده ولاد او يقدر ان هو يشيل مسؤوليه الولاد. فهي بتضحي بعمرها، بتضحي ببعض الاشياء في مقابل ان هي بتتجوز واحد سنه اكبر منها، ما هواش متناغم معاها في العلاقه، ما هواش متناغم معاها في الفكر، هو فكره عجوز وهي فكرها شباب، بس هي بتتجوزه عشان خاطر ان هو يقدر يربي الولاد. فعايزك تبقى فاهم ان الجواز ده في مقابل. لما تيجي انت وتقول لي انا حاسس ان مراتي بقت متغيره معايا، طب هي متغيره معاك ليه؟ اصلا الظروف الماليه في الفتره الاخيره بقت وحشه، ما بقتش قادر ادفع مصاريف مدارس ولادها. طب ما انت كده اخليك بالاتفاق. انت فاكر ان هي متجوزاك عشان خاطر عيونك؟ لا، كانت هتتجوز واحد من سنها، كانت هتتجوز واحد قدها. هي متجوزاك في مقابل صفقه، وده انا مش معترض عليه، لان احنا ممكن اننا نكون بنشتري السعاده. ما انا بنزل من بيتي، بطلع بروح الملاهي او بروح السينما، بدفع تذكره او بدفع فلوس في الملاهي عشان خاطر انا بشتري وقت معين احس فيه بالسعاده. فانت من حقك انك انت تشتري السعاده، بس لازم تبقى انت فاهم انك انت بعد التذكره بتاعتك ما بتخلص انت بتطلع، يا اما بتجيب تذكره تاني جديده. فانت لو ظروفك ما تستحملش انك انت تتحمل حد فترات طويله، فانت ما تقدمش على جواز الصفقه. نفس القصة لما تيجي واحدة كبيرة في السن أو عندها ظروف محدودة معينة في شخصيتها، في جمالها، عيانة، أي حاجة من يعني الحاجات دي، وتتجوز واحد أصغر منها في السن أو تتجوز واحد نجم. ده موجود وبيحصل، واحنا شفناه في التلفزيون كتير جدا من الناس اللي هم نجوم السينما بيتجوزوا ناس غير مناسبين ليهم لا في الشكل ولا في المنظر، لكن مناسبين ليهم في الحالة المالية أو ظروفهم المالية بتسمح بذلك. ده بس هنا في حاله الست انت خلي بالك، انت بتشتري فتره معروف ان هي مؤقته. انت ما ترسميش انك انت هتبقى عايشه طول العمر بهذا الشكل، لان هو مش هيقدر يبيع لك عمره كله، هو هيبيع لك فتره معينه من العمر اللي هو ما يقدرش ان هو يتجوز فيها غيرك. هو ما عندوش امكانيات ان هو يتجوز واحده مناسبه ليه او واحده بسنه، فهو قبل بالجوازه دي عشان خاطر ان هو يكون متجوز، يستطيع ان هو يقضي حاجته، تمام، وفي نفس الوقت ما يبقى عايش وما عندوش التزامات الجواز. فانت خلي بالك انك انت هنا بتقدمي حاجه وبتاخدي حاجه، لكن ما تربطيش نفسك ان ده هيبقى ده جواز مستمر. خلي بالك، صحصحي لنفسك. انا برضه مانيش معترض على جواز الصفقه، بس لازم كل واحد يبقى فاهم ان جواز الصفقه ده ليه مقابل. لو بطلت تدفع المقابل الجوازه هنا هتقف. فانت خليك مستعد لده، يا اما تدخل من الاول وانت قادر وعارف انك انت هتقدر تكمل، يا اما ما تقدمش على جواز الصفقه. كان معاكم خالد شهاب.